السلام عليكم. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا جدا جدا. لو انت واحد من الناس اللي عايزة تبدأ في صناعة المحتوى ومش لاقي فكرة وعايز انك تعمل محتوى وعايز انك تتشهر وعايز انك تكسب من اللي انت بتعمله، فانا جاي اقولك النهاردة اعمل محتوى هادف، ما تعملش محتوى ملوش لازمة. ده مش مربح نهائي، ولو جابلك شهرة فهتكون شهرة يعني بقلة أدب. يعني هتلاقي إن أنت هتتشتم في الكومنتات وهتتهزق وهتتهان وهيتقل منك وهتقل كرامتك. فلو أنت عايز إنك تتشهر شهرة حسنة فاعمل محتوى هادف، تمام؟ مش عشان أنت شفت شخص أنت بتتابعه أو شفت له فيديو ولقيت إنه محتواه ملوش أي 30 لازمة ولقيت إن فيه تفاعل كبير على محتواه، فاوعى انك تفكر انك تروح على طول تجري على المحتوى اللي ملوش لازمه ده عشان في النهايه تتشهر بسرعه. لا، ده ما يصحش وما ينفعش. مش عشان انت شفت محتوى متخلف ملوش اي 30 لازمه في الدنيا وشفت ان صاحبه مشهور ورايح على طول تقلده، لا. او انك تعمل محتوى ملوش لازمه برضه، بس برضه يعني هتعمل افكار من دماغك ملهاش لازمه برضه. فنصيحه مني ليك اعمل محتوى هادف. دايما بنحاول ان احنا نعمل محتويات هادفة، واي حد بيحاول انه يبدأ في صناعة المحتوى بيبدأ بمحتوى هادف. طبعا ده اللي بيفكر، تمام؟ عايز يعمل محتوى هادف بحيث انه يفيد الناس عشان الناس تستفيد منه، وعشان نقتل المحتوى الغير هادف، لان ده ما ينفعش، الناس مش هتستفيد حاجة. المفترض ان احنا بنعمل محتوى عشان نفيدك ونفيد الوقت اللي انت بتديهولنا. احنا كصناع محتوى بناخد منك وقتك، تمام؟ عشان تشوف الفيديو اللي انا بعمله، فيديو دقيقة او دقيقتين او 3 دقايق 10 دقايق ساعة، اليوم كله انت كده بتبيع وقتك عشان تتفرج على الفيديو. فاكيد انا لازم اقدم لك حاجة تفيدك علشان يكون الوقت اللي انت ضيعته في الحاجة دي يكون وقت كويس، وكده انت تكون استغليت وقتك وقت صح. فانت برضو نفس الوضع في صناعة المحتوى. ما تعملش محتوى ملوش لازمة وتضيع وقتك ووقت الناس اللي بتتفرج عليك على الفاضي. انما انك تعمل محتوى ملوش لازمة، الناس لما هتشوفك في الشارع شوف ابن كذا ده. فنصيحة مني ليك اعمل محتوى هادف، تمام؟ يعني انك تعمل محتوى ملوش لازمة، فانت عايز الناس تقول لك ايه؟ تقول لك الله ينور، عاش 100 100 عاش عليك؟ اكيد لا. يعني ما تستناش كده من الناس. فانت ما تقولش للناس انتوا ليه بتشتموني. عشان تعرف عزيزي المشاهد، انا بقول لك الكلام ده كله عشان لما تحب انك تبدا في صناعه المحتوى ابدا بدايه حسنه، بدايه كويسه. عايز يا عم تضحك الناس بس مش على حساب كرامتك، مش على حساب قيمتك، لا يا باشا. اعمل محتوى مضحك بس يكون بكرامتك. اعمل يا عم سكتشات كوميديه، نكت، ايا كان اللي عندك اعمله، بس يكون بدون قله قيمه ومن غير ما كرامتك تقع منك. ليه يا عم؟ اعمل محتوى يفيد الناس، اعمل محتوى يضحك الناس، اللي انت عايزه اعمله، اللي انت عايزه اعمله، بس ما يكونش محتوى ملوش لازمه. فاتمنى ان رسالتي تكون وصلت، واتمنى اني ما كنتش طولت على حضراتكم. فبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى انك تكون استفدت منه. وما تنساش انك تعمل لايك للفيديو ده، وعايزين الفيديو ده يطلع اكسبلور عشان كل الناس تشوفه وكل الناس تبعد عن المحتويات الغير هادفة. لان لو اي حد بيفكر انه يعمل محتوى ملوش لازمة يلحق نفسه بسرعة ويشوف حاجة هو بيحبها وبيبرع فيها ويقدر يعمل فيها محتوى. اتمنى ان رسالتي تكون وصلت. لايك وفولو واستنى الفيديوهات الجاية، وبس كده، سلام.